إذا السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. وهذا الفيديو هذا يكون مهم للغاية، جوابا على بزاف ديال الاستفسارات والأسئلة اللي كيطرحوها الناس على طريقة تخفيض أو إنزال المؤشر. بزاف ديال الناس كيعانيو من أن المؤشر ديالهم الاجتماعي طالع وكيبغيو ينزلوه باش يستافدوا من الأمو، وطبعا يستافدوا كذلك من الدعم المالي المباشر. للاسف بزاف ديال الناس كذلك كيستغلوا الوضعيه ديال بعض الناس اللي ما فاهمينش، وكيقولوا لهم اجيو نقص لكم المؤشر مقابل مبلغ مالي، وهذا طبيعه الحال مخالف للقانون وليس اخلاقيا ولا انسانيا ولا دينيا. داكشي علاش اليوم غنقول لكم طريقه باش تخفض المؤشر سليمه جدا. اولا باش تخفض المؤشر، العوامل اللي كيتحكموا في تخفيض المؤشر او انزاله هي عدد افراد الاسره. كل ما كان عدد افراد الاسره اكثر كل ما كان المؤشر اقل. يعني الا قديتي تدخل معك شي واحد في السجل الاجتماعي الموحد فهذا افضل حل باش ينخفض المؤشر. هذا هو المعيار الاول. بالنسبه للمعيار الثاني هو السن ديال رب الاسره والشهادات ديالو، وكذلك المهنه ديالو. الا كان مثلا ما خدامش عاطيه للعمل وبدون شهاده والسن تاعو كبير فهذا ايضا كيخفض من المؤشر. بالنسبه للمعطيات الاخرى اللي كتحكم في المؤشر والتخفيض ديالو من عدمه، عندنا نفقات الكهرباء ونفقات الماء. نفقات الكهرباء الا كانت منخفضه كطيح المؤشر، ونفقات المياه كذلك كطيح المؤشر. عندنا ايضا النفقات ديال الغاز كذلك عندها واحد التأثير على تخفيض المؤشر، وكذلك نفقات الهاتف كذلك عندها معيار كبير في تخفيض المؤشر. ولكن كما قلنا أفضل معيار هو عدد الأفراد. كل ما زدتي عدد الأفراد كل ما انخفض المؤشر. مثلا واحد ساكن بوحدو المؤشر طبيعة الحال غادي يجي 10 أو أكثر. كانوا ساكنين جوج ثلاثة ممكن ينخفض. إذا اللي عنده إمكانية يدخل شي واحد معاه نفس العنوان ديالو فهذا هو أفضل حل لتخفيض المؤشر. وطبيعة الحال كمتوسط خاص يكونوا على الأقل 3 الناس 4 الناس الفوق إلا بغا يكون إلا بغا المؤشر يكون منخفض. المعيار الثاني اللي قلنا هو الكهرباء والماء. الكهرباء والماء كذلك واحد المعيار اللي كيأثر في هذا الأمر. اذا بلا ما يكذبوا عليكم الناس، خصوصا الناس اللي عندهم مكتبات ولا السيبيات بعضهم طبعا، كيقول لك غادي نخفض لك المؤشر وكياخذ منك الفلوس وهذا 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 والتحايل. هذا الشيء بطبيعه الحال منافي للقانون وغير انساني. اذا كنتمنىكم كذلك تكونوا فهمتوا هذا الموضوع هذا، واللي عنده اي استفسار مرحبا بكم في التعاليق. فقط راسلوني في التعاليق وان شاء الله نقدم لكم الجواب لكل مشكلة كتواجهكم. إذا شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.